تعد الآثار المصرية العظيمة مرآة واضحة لحضارة امتدت لآلاف السنين وخلفت تراثاً يفوق الخيال في الدقة والجمال والقدرة على تحدي الزمن. يقف هرم خوفو في الجيزة كأعظم مثال على العبقرية الهندسية، فكتله الضخمة مرصوصة بمهارة مذهلة جعلته يصنف كإحدى عجائب العالم القديمة. وإلى جواره يبرز هرم خفرع وتمثال أبو الهول، ذلك الحارس الأسطوري المنحوت في الصخر، والذي أثار تساؤلات لا تنتهي حول معناه ورسالته. وفي الجنوب تتلألأ معابد الأقصر والكرنك، حيث تنتصب الأعمدة العملاقة بنقوش دقيقة تحكي صلوات واحتفالات وأحداثا ملكية كانت تقام في قلب طيبة القديمة. ويعد طريق الكباش الممتد بين المعبدين شاهداً على المواكب المقدسة التي كانت تقام في أوج قوة الدولة الحديثة. أما معبد حتشبسوت بالدير البحري فيجمع بين روعة التصميم وانسجامه مع الجبل في لوحة معمارية فريدة. وفي أقصى الجنوب يسطع معبد أبو سمبل الذي نحته رمسيس الثاني في صخور النوبة ليخلد قوته ويظهر براعة المصريين في توجيه الشمس داخل قدس الأقداس بدقة مدهشة. وتبقى مقابر وادي الملوك، وعلى رأسها مقبرة توت عنخ آمون، كنزاً لا يقدر بثمن يكشف أسرار الحياة والموت لدى المصريين القدماء. هذه الآثار مجتمعة تشهد على حضارة لا تزال تبهر العالم بقدرتها وإبداعها وروحها العظيمة رغم مرور القرون.